السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تمرين الظهر، فيديو جديد. بس حابب ان انا اتكلم في حاجه كده سريعا. الترند اللي موجود دلوقتي على تيك توك وعلى انستجرام وعلى كل الكلام ده بتاع الروتين الصباحي والمورنينج روتين. دي اغبى حاجه انا شفتها في حياتي، واي حد مصدق العته ده انت محتاج تراجع نفسك ومحتاج تكبر ومحتاج ما تكونش easily influenced بالناس وبالفيديوهات وبالريلز. ومحتاج يبقى عندك حياة، لان مفيش حاجة اسمها روتين هيخليك productive اكتر او هيحسن يومك او هيخليك تشتغل او تتمرن احسن. كلنا ايامنا مختلفة، اجسامنا مختلفة، حالاتنا النفسية مختلفة، اهتماماتنا حتى مختلفة. فما تخليش حد يحط عليك ضغط ملوش لازمة عشان يجيب فيوز يا حمار من وراك. طبعا مش قصدي حمار بالمعنى الوحش، بس انا قصدي ايه اللي هيصدق يعني في الكلام ده. عادي. اصحى في الوقت اللي انت شايفه مناسب ليك. وحتى لو انت مورنينج بيرسون وبتصحى بقى الساعه 4 الفجر تجري 19 كيلو وتنزل بوشك في حمام ميه متلجه يعني وكده، اكيد هيجي لك ايام مش هتبقى كده، فما تحسش بالذنب. اهم حاجه انك تنجز اللي عليك النهارده. تمرينك يخلص، لو بتذاكر، لو عندك شغل، لو عندك خروجه حتى، خلصوا النهارده في اي وقت. يعني انا اي دونت بليف ان انت لازم تصحى الصبح عشان تخلص حاجتك. يا باشا، انت حاطط هدف لليوم بتاعك النهارده، عملته بقى الساعه 12 بالليل، عملته الساعه 3 الفجر، هي فاهم قصدي؟ ما تخليش حد يحط عليك ضغط او يحسسك ان في فورمولا لازم تعملها عشان تنجح وعشان تنجز في يومك. ده عته يا حبيبي، والله العظيم عته. فبس unless انا عملت الفيديو ده عشان بيجيب فيوز حلوه، فساعتها ممكن تقلدني يعني بقى وتعمل زي بقى وكده، واصحى الصبح احط طبق كبير كده فيه ميه وتلج وعصير ليمون وباشن فروت عشان لازم كده. عشان لو عايز اشيل الوزن النهارده لازم الباشن فروت في الميه يعني. ولازم ميه سبوركلينج، لو حطيت ميه عاديه تبقى انت لا يا باشا، لازم ميه سبوركلينج، فاهم؟ فبطلوا عته يا جدعان، بطلوا عته وحياة ربنا، احنا كبرنا على العبط ده يعني. مفيش يوم ظهر من غير التشوك او الطباشير. استخدم يا اما السوليد يا اما الليكويد. انا بحب الليكويد اكتر عشان اولا بيلزق في الايد اكتر، تمام، مش بيعمل العفره والوساخه اللي بتعملها السوليد. ولكن استخدم اللي انت عايزه والانسب لك والارخص لك. ايه تاني؟ اخيرا وليس اخيرا طبعا، انا بس مش لاقيها، اتمنى ما اكونش نسيتها في البيت. هو انا كده معايا 2 يعني، بس الشداد او الستراب برضو مهم جدا 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 في يوم الظهر. واي حد بيقول لك انا ما بستخدموش عشان عضلات الريست عندي ما تضعفش يعني وكده، احب اقول لك ان انت متخلف. لان انت يعني انت داخل تتمرن ظهر، مش داخل تتمرن ريست. ممكن تلعب على الريست او الجريب بتاعك بألف طريقة تانية في ايام مختلفة، او ايفن حتى في يوم الظهر. ولكن لو بتلعب اي حاجة فيها سحب وعايز تكسر الوزن، لازم 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 يبقى معاك ستراب لو عايز التمرين بتاعك يبقى effective. سيو في تمرينة الظهر. اغنية النهاردة هتبقى اجزخانة لمروان موسى. اي حاجة لمروان موسى قديمة حلوة، اي حاجة لمروان موسى عامة حلوة. هو الرابر رقم 1 في مصر، واي حد شايف غير كده فلاح. لسه مخلص تمرين وقلت اجي اعمل كارديو، فقلت اسلي نفسي كده وانا بعمل الكارديو بتاعي.
فالموضوع الترند اللي انا كنت بكلمكم فيه النهارده الصبح قبل الجيم اللي هو استون هول ده، طبعا هو ترند كوميدي، ولكن انا حبيت اخد برضو منه حاجه، ان مش كل حاجه تشوفها على الانترنت هتصدقها وتخليها تاثر فيك وتخليها تحسسك ان انت مقصر. يا باشا انت مش مقصر في حاجه unless انت فعلا مقصر، يعني دي حاجه تانية. فمهم جدا انك تعرف الفرق ما بين حد بيجيب فيوز وحد بجد عايزك تبقى كويس. خلاصة الموضوع اي حاجه بتشوفها على الانترنت حاول تجربها، جرب كل حاجه، جرب الوحش وجرب الحلو لحد ما تلاقي اللي ينفعك. اعرف ان انت طاقتك كل يوم هتبقى مختلفه عن اليوم اللي قبله، فدي برضو حاجه مهمه. مش شرط عشان النهارده بشتغل كويس ابقى انا على طول بشتغل كويس وعلى طول عندي الطاقه ان انا اديها دي. انا شايف من وجهه نظري ان في زي بير مينيمم ما ينفعش تنزل من تحتيه، يعني مهما كانت حالتك النفسيه، مهما كانت الطاقه اللي انت قادر تديها، في بير مينيمم انت ما ينفعش تنزل من تحتيه. الا وهو تمرينك، شغلك، صلاتك، تقريبا بس. يعني الثلاث حاجات دول ما ينفعش تنيجوشيت مع نفسك فيهم. مفيش يا باشا الكلام ده، انت كده كده هتعمل، انت كده كده مش هتأثر لا في تمرينك ولا في علاقتك مع ربنا ولا في شغلك. اي حاجه تانية، اي سايد هاسل انت شغال عليه، اي سكيل انت بتتعلمه، دي بقى اللي فيها خد وهات. يعني دي اللي فيها النهارده انا قادر وبكره مش قادر. بس اجان لو انت النهارده مش قادر امبريست، خلاص مش اخر الدنيا، ما تقعدش تعيط، بالعكس حاول تخرج نفسك من المود او كده، بس ما تخليش النهارده يبقى الاسبوع كله، ما تخليش الاسبوع كله يبقى الشهر. فاهم قصدي؟ يعني اسمح لنفسك ان هي تاخد بريك، اسمح لنفسك ان انت حتى لو البريك ده انت ما تستحقوش، انت بس مش قادر، انت حالتك النفسيه النهارده مش كويسه. ولكن اهم حاجه انك ما تخليش النهارده يبقى اسبوع او شهر او سنه. حتى في التشيت ميل، حتى لو انت مثلا عامل دايت والنهارده خلاص عندك مناسبه ما او عايز تبوظ او حالتك النفسيه وحشه، دوت يا باشا، مش اخر الدنيا. ولكن ما تخليش التشيت ميل دي تبقى تشيت ويك وتشيت سنه. ومع ان انا طبعا ضد كلمه التشيت ميل دي، يعني انا ضد اصلا الفكر بتاع ان احنا ايه مفروض نحرم نفسنا من حاجه. ولكن انتوا فاهمين الايديا يعني. Wanna say anything for me for my Happy birthday. Oh. Happy birthday. Happy birthday! I'm so excited to visit your country and be safe in the roads. birthday أحمد طارق. Yes. كل سنة وأنت طيب، ولحد الآن بستنى ترد علي على الانستغرام. After I shower, I need to do the whole scrunching thing with all the one and only oils and whatnot. Happy birthday, Ahmed. I hope this was a surprise. She planned everything, guys. No. I hope you enjoy your day. 200 US. وبس احنا جايين نحتفل بعيد ميلاد احمد. هتقص الفيديو، مش هتنزل كل ده اكيد كله. لا يبقى نوقف من دلوقتي ونقول له باي. أول شيء العمر كله يا رب، كاميرا العمر كله يا رب، وإن شاء الله بنشوفك أحلى إنفلونسر بالكوكب كله، ونشوفك أحلى أحمد وأحلى عريس. يا رب يوسع لك برزقك وييسر أمرك ويسهل حياتك وكل اللي بنفسك يتحقق يا رب. أو شو بعد، ويضل لحظة شوي وتضل حواليك الجامعة الحلوة والناس الطيبة. لا جامعة حلوة يا شيخ، بحكي السنة الجاية حيغيرنا. لا بالله اسحبها ما تسجلش، أنا بقول على الهوا. لحظة عيد بقول السنة الجاي حيغيرنا، ما اعرفش ليه بس اوكي. اخواتي قدام الكاميرا بس. خد امسك. لحظة بعدني ما خلصت، قطعتوا لي سلسلة الأفكار. شو بعد وبس. يا رب تجيك أيام حلوة تشبه قلبك الحلو إن شاء الله. بدي أقول شي عنك بس ما لازم على الهوا قد ما